اللهم نور قبره وارفع منازله ويمن كتابه واجمعنا به يا رب على منابر الجنة وأرائكها متقابلين. اللهم يا رب العالمين. يعطيكم العافية. هذه رسالة بوجهها باسم شعب غزة إلى الشعوب العربية، إلى كل صوت حر، إلى الضمائر الحية في هذا الوطن العربي. أنقذوا ما تبقى من غزة، أنقذوا ما تبقى من غزة. لم يعد هناك أي مكان آمن ولا أي مكان صالح للعيش داخل قطاع غزة. نحن في الطواقم الصحفية أنهكنا من حجم وهول الاستهدافات الإسرائيلية والمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. لا نستطيع التحرك بأمان، يتم استهدافنا. قبل يومين ودعت 3 من أصدقائي ورفقاء دربي في المجال الصحفي وقد ارتقوا على إثر الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. نرجوكم باسم شرفاء غزة وباسم هنا الناس، باسم الصغير والكبير، باسم الشيخ والامرأة، أن أنقذوا ما تبقى من قطاع غزة. لم يعد هناك مكان آمن، لا يوجد مياه، لا يوجد كهرباء، لا يوجد أدنى مقومات الحياة. أنا منذ 12 يوما لم أرى أطفالي. باسم الضمائر الحية أنقذوا ما تبقى من غزة. هنا غزة تباد حرب إبادة. عشرات الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة بفعل الغارات الإسرائيلية العشوائية على المنازل هنا في القطاع. عشرات العائلات بل مئات آلاف العائلات بلا مأوى، ينامون ويفترشون الطرقات نتيجة قيام الاحتلال بتهديدهم ونزوحهم عن مناطق شمال غزة وكذلك مدينة غزة والمنطقة الوسطى. نرجوكم أن تستمروا في الضغط والخروج إلى الشوارع وتلبية نداء غزة التي تباد الآن بفعل صمت الحكام العرب وكذلك صمت المنظمات الدولية التي ترى موتنا ودماؤنا على الجدران وفي الشوارع ولا تحرك ساكنا.